استني رايحة فين؟ النهاردة هنعمل ميزانية 400 جنيه في الأسبوع، هتمشي معانا طول الشهر إن شاء الله بإذن الله بالميزانية دي، وكمان التقسيمة اللي هتخلينا إن شاء الله بإذن الله نوفر في الشهر كل الحاجات اللي انتي عاوزاها، وكل الخزين وكل الخضار واللحمة والأسماك اللي انتي عاوزاها هتجيبيها، وهتعملي كده ميزانية جميلة جدا جدا جدا. اتفرجي على الفيديو للآخر إن شاء الله بإذن الله هيعجبك. بس قبل ما ابتدي الفيديو احب اعرفك بنفسي، انا اسمي سيدة حسن وانا اختك. بنتكلم مع بعض، بندبر، بنوفر اي ميزانية انت عايزاها انا بعملها. كمان عندنا اكلات اقتصادية جميلة. لو اشتركتي في القناة هتكوني اخت عزيزة عليا. وطبعا احب اشكر كل قطتي وحبايبي اللي مشتركين في القناة اللي قدام معايا. ربنا كده يكرمكم زي ما انتوا فعلا 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 بتفرحوني بالتعليقات الجميلة. والنهارده بقى جالي تعليق من قطتنا او اختنا حبيبتنا، بتقولي انا عايزه 1750 جنيه لثلاث افراد ميزانيه. طبعا اي ميزانيه يا حبيبتي هتحتاجيها اكتبي لي في التعليقات، وان شاء الله باذن الله برد عليكي في اسرع وقت. 1750 جنيه. طيب 1750 جنيه، تعالوا نشوف هنعمل بيهم ايه. هي كانت طالبة الخزين، وكانت طالبة الأسماك واللحوم والفراخ، وقالت ان انا عندي تموين لفردين. فانا هقولك عندك طريقتين بقى يا قطتي تمشي بيهم. اول طريقة ان انت هتقسمي ال 1750 جنيه لاربع اسابيع. الاسابيع بتاعتنا اللي هي مثلا، يعني لو قسمناهم على 4 اسابيع هيطلع كل اسبوع 337 جنيه 437 جنيه ونص. يعني هنقول ان كل اسبوع فيه 430 جنيه. هتجيبي منه طبعا القناة مليانة ميزانيات كتيرة ومنيوهات للاسبوع. هتوفري ده في ميزانية ب300 وفي ب400 وفي ب200 وفي بكل اللي انت عاوزاه. فلو خدتي اي ميزانية من الفيديوهات اللي قبل كده هتعملي 400 جنيه وهتجيبي بيهم كل حاجة. ده اول حاجة عندنا، او الطريقة الاولى. الطريقة التانية بقى ان انا هعمل ايه، هاخد ال 1750 كلهم وهقوم زي ما انت بقى عارفة هنعمل تقسيمتنا، تقسيمة الشهر. يبقى انا ممكن امشي كل اسبوع بالاسبوع بتاعي اللي هو 430 جنيه، او ممكن اجيب حاجتي بالشهر. تعالوا بقى نجيب حاجتنا بالشهر. وهي كانت طالبة اللحوم والفراخ والاسماك، بس انا كمان حطيت لك سوبر ماركت وحطيت لك خزين. خلاص. انت طبعا هنجيب مع بعض ايه، هنجيب كيلو مفروم. وطبعا احنا دايما بنقول ان المفروم ده هو الكنز اللي موجود في التلاجة عندنا، عشان بنعمل بيه حاجات جميلة جميلة جميلة. والعصاج وبيبصي بيوفر معاكي كتير جدا جدا جدا. كيلو المفروم ب200 جنيه. ربع بفتيك ب75. طبعا البفتيك حلو جدا لو هتعمليه مرة بفتيك. هو هيبقى 6 حتت، قسميه على مرتين. مرة تبليه ومرة تانية مثلا هتشويه. تبليه كده بس تقسميهم على مرتين. وهتحطي مرة كده تعمليه بفتيك، مرة كمان تشويه وتعملي جنبه شوية مكرونة، شوية بطاطس محمرة، شوية سلطة. وهيبقى جميل جدا معاكي لان انتوا 3 افراد بس. هنجيب كمان فرختين. الفرخة انا شايفة امبارح الكيلو ب80 جنيه، بس بصراحة انا ما اشتريت. فعملنا ان الفرختين ب400 جنيه، وانت ان شاء الله باذن الله ممكن تجيبيهم باقل من كده بكتير. يعني ممكن تجيبيهم، جيبي الفرخة المتوسطة ممكن تعمل لها 150 جنيه. يبقى انا حطالك بالزيادة عشان ايه ما تتلخبطيش. يبقى 400 جنيه فرختين. هنجيب كمان نص بانيه ب120 جنيه. انا جايبه الربع ب60 او ب55، يعني هتجيبي النص ب120 جنيه. هتجيبي ربع صدق ب50 وربع كبدة ب50. والأسماك هتجيبي 2 كيلو سمك وتقسميهم عليكم. يعني جيبيهم بعدد الأسرة. مثلا هتعملي مرتين 3 سمك، فهاتي مثلا 9 سمكات عشان تعمليهم على 3 مرات. برضو أنا حسبت إن الكيلو ب100 جنيه. وزي ما قلتلك يا قطتي، البسارية جميلة جدا في السوق ب30 وب20 جنيه. ممكن لو انت عايزة تخفضي من ال200 جنيه بتوع السمك دول، ممكن تجيبي كيلو بسارية. مثلا تعمليها طاجن وهتبقى نافعه معاكي قوي. ممكن تملحيها يا ستي، برضو ساعات بنبقى محتاجين حاجه كده مملحه كده تبقى جميله برضو. مع شويه بقى تقطعي بقى طماطم وكده وهتبقى، وتحمري بطاطس وهتبقى اكله جميله معاكي. يبقى كده كل اللي احنا هنصرفه في الحاجات في اللحوم 1095 جنيه. يعني قولي يا ستي 1000 جنيه. خلاص. ما احنا في حاجات هنا مزودينها يعني.
طيب 1095 جنيه هيتبقى لي كام؟ 755 جنيه. تعالي نشوف بقى ال755 جنيه دول هنجيب منهم خزين ايه. انت عندك تمويل لفردين، فاحنا بصي انا بمشي بيتي ان كل واحد ازازة زيت وكيس سكر. مش عارفة بقى انت بتحبي السكر ولا ايه، حاولي تقللي الزيت على قد ما تقدري في الاكلات. القلي يعني يستحب ان انت ما تقليش كل حاجة، رشي كده عليها زيت ودخليها الفرن هتبقى جميلة والله. فاحنا هنزود ازازة زيت، هنزود كيس سكر كمان، هنكتب 5 كيلو رز، 5 كيلو مكرونة. ازازة الزيت ب50، في ازازة ب50. كيس السكر ب30، وفي اماكن بتبيعه ب26 و27 جنيه. 5 كيلو رز ب150 جنيه، كمان 5 كيلو مكرونة ب125 جنيه. طيب يبقى كده 355 جنيه. ماشي قلتلي التقسيمة قدامك اهو، عشان انتي كتبتيلي تعليقين، وانا والله بجد انا بقالي مدة يا جماعة معلش ما نزلتش فيديوهات، لان الفيديوهات ما بتجيبش مشاهدات بصراحة يعني. فبصراحة كنت مخنوقة ومش عايزة انزل فيديوهات تانية، بس بصراحة يعني تعليقاتكم وتشجيعاتكم خلتني ان انا ابتدي ان انا انزل تاني اهو. ويا ريت بقى تشجعوني في التعليقات وتكتبوا لي وتصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. تكتبوا لي اي ميزانية انتوا عايزينها، ان شاء الله باذن الله هنقدر ان احنا ندبر ونوفر مع بعض. ننسى بقى القديم خلينا في الجديد. وتعالوا بقى مع بعض كمان ناخد السوبر ماركت الحاجات اللي انتي هتجيبيها. بصي بقى يا حبيبتي هتجيبي ايه. هتجيبي كرتونة بيض ب135. هي بصي انا جايبه ال10 بيضات عشان انا مش بجيب كرتونه بصراحه، مش هكذب عليكي. انا بجيب ال10 بيضات ب45 جنيه، لسه جايباهم امبارح. فانت هتجيبي كرتونه ب135، وفي ناس بتبيعها باقل على فكره، بس يعني مش في المنطقه هنا، انا بقولك على اسعار الحته اللي انا عايشه فيها. هجيب ربع جبنة بيضة ب30، هجيب نص جبنة قريش ب40، هجيب فول وفلافل. عايزة تجيبي الفول وتدمسيه في البيت زي ما عملنا قبل كده، هاتي ب30 جنيه فول هيبقى كتير. وهاتي ب30 جنيه فول مدشوش واعمليهم في البيت زي الطرق اللي انا عملتها لكم قبل كده في القناه. طب انا مش عايزه اعملهم، هاتيهم من عند الراجل كده، وهاتي كل كيس ب5 جنيه وحطيهم عندك. والفلافل برضو نفس الحكايه، هتجيبي عجينه فلافل وتقسميهم على اكياس عندك وتخليهم عندك في الفريزر، لما تحتاجي هتطلعي وتعملي على طول الفول اللي عندك. او ممكن تجي تعملي حله فول كده حلوه وتحبشيها زي برضو انواع الفول اللي انا عملتها لكم قبل كده الاقتصاديه اللي في القناه. وهتقومي عامله كده متبله حله كده حلوه بالطماطم والبصل زي ما قلت لك الطريقه بالظبط. وكل يوم يا ستي هتحطي طبق معاكي، لو انت مش عايزه ان انت تعملي كل يوم الفول بتاعك، او احنا طبعا كل يوم بنحب نحط طبق فول كده او في العشاء او في الفطار. فانت ممكن تعملي حله كده صغننه تحطي فيها مثلا ب10 جنيه فول. كل ما تتبلي الحله دي خليها عندك في التلاجة، والباقي حطيه في الفريزر. خلاص كده قطتي. طيب يبقى احنا كده عملنا ب265 جنيه السوبر ماركت بتاعك او الالبان والحاجات اللي انت هتشتريها. اتبقى معايا بقى من الميزانية دي كام؟ 135 جنيه. بصي بقى، عايزة تزودي بيض زودي، عايزة تزودي لبن زودي، عايزة تجيبي بليلة جيبي، عايزة تجيبي دقيق جيبي، اعملي قرص، اعملي بليلة، هاتي كيلو لبن. الحاجات دي كلها بتنفع. هاتي شعرية يا ستي زودي هاتي ب10 جنيه شعرية وب10 جنيه لسان عصفور، وخليهم دايما في البيت عندك. وبصي بالله عليكم ما تحمروش ولا الشعرية ولا لسان العصفور، اي طريقة هتخلي لهم طعم. ما فيهاش حاجة يا جماعة ان وقفنا 5 دقايق بس حمرنا حبة الشعرية ولا حاجة، لانك لو جبتي كيلو شعرية ولا جبتي كيلو لسان عصفور وحمرتي هيبوظ منك. على ايه؟ احنا مش عايزين نرمي حاجة، عايزين ندبر. ان شاء الله 5 جنيه، ان شاء الله 10 جنيه بتنفع معانا والله في البيت. ال10 جنيه دي ممكن تبقى 1000 لو انتي شلتيها على جنب كل يوم. يبقى احنا عايزين ندبر، مش عشان 5 دقايق هقفهم على البوتاجاز يبقى اضيع بقى كيلو مكرونة، حرام. معلش والله انا بقول لكم، لان بصوا اللي تقولك اعمليها بالسمنة واللي تقولك اعمليها من غير سمنة واللي تقولك الطرق كتيرة، بس حرام يعني الحاجة هتبوظ يا جماعة.
ليه أنا أحمّص والّا أحمّر الشعرية؟ مش هتفرق 5 دقايق لو أنا وقفت عملتهم وحمّرتهم وعملت حاجة حلوة. خلّي المكرونة كده برونقها زي ما بيقولوا، هي موجودة كده. لمّا تيجي تعملي الحاجة استخدميها عشان الحاجات دي ما تبوظ. هي ب10 جنيه مكرونة لسان عصفور وب10 جنيه شعرية، وهتجيبي نُص لبن يا ستي، وهتجيبي ب10 جنيه كمان غلة بليلة، وهتعمليها في البيت وهتعمل لِك حلة قد كده أهو. وتحطي في الفريزر وتطلعي كل أمّا أنتِ تبقي عايزة. والله أفكار حلوة وبُصّوا لو عملتوها إن شاء الله بإذن الله هتفرق معاكم كتير. أنا باقول لكم الأفكار دي لإن بجد أنا باحبها وأنا ماشية البيت بيها، ونفسي كلنا كده نقتصد وندبّر. وكمان استنوا بقى الفيديو الجديد. أنا النهارده عملت لِك الميزانية أهو يا قطتي عشان ما تزعليش مني، لإن أنتِ كتبتِ لي أكتر من تعليق، وأنا بصراحة كنت نفسيًا ما نفسيش إن أنا أقوم أعمل فيديو. بس بصراحة اتشجعت النهارده. يالّا بقى شجعوني باللايك والاشتراك في القناة، وإن شاء الله بإذن الله فيديوهاتنا بقى هتبقى قوية أوي اليومين الجايين. هاعمل لكم فيديوهات للتدبير والتوفير في الصيف عشان يبقى معانا فلوس قد كده أهو إن شاء الله بإذن الله للشتا. يا رب دايمًا تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. باحبكم دايمًا وأشوفكم إن شاء الله بإذن الله على خير.